حياك الله ابو ثامر. الله يحييك. نهنيكم على نجاح اسبوع المرور هذا اليوم. الله يحييك، شكرا لك. حقيقة تشرفنا صباح هذا اليوم وباسمي وباسم منسوبي مرور منطقة القصيم بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بتدشين وافتتاح أسبوع المرور في بيت الطالب، بعد حقيقة التنسيق مع المشكورين مع التربية في استغلال هذا الموقع المهم لبيت الطالب في فعاليات أسبوع المرور اللي طبعا يحتوي على معرض راح يكون أو يستمر لمدة أسبوع كامل، أسبوع المرور الخليجي. بيكون في زيارة الفترة الصباحية لزيارة الطلبة، وبعد بعد الظهر بيكون إن شاء الله مفتوح لجميع الزائرين. يحتوي طبعا المعرض من جميع الكثير من الدوائر الحكومية والمؤسسات في عرض ما يفيد أو يوصل حقيقة المعلومة أو الثقافة المرية لجميع شرائح المجتمع. وباسمي واسم الزملاء نشكر سمو أمير منطقة القصيم ونشكر جميع الدوائر الحكومية حقيقة المشاركة معنا في هذا الأسبوع. حقيقة الأسبوع عنوان الأسبوع على مستوى مجلس التعاون حياتك أمانة، طبعا رقم الأسبوع 33، وبمشيئة الله تعالى أن يقوم أو تقوم إدارة المرور في توصيل المعلومة لجميع شرائح المجتمع، سواء كان إقامة أسبوع المرور في مدينة بريدة أو جميع المحافظات على مستوى منطقة القصيم. بيكون في تركيز بمشيئة الله حسب توجيه سمو سيدي أمير المنطقة على مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة، اللي تعتبر من المخالفات الخطيرة. أيضا راح يكون في تركيز بمشيئة الله على السرعة، مثل ما وجه سمو سيدي أمير المنطقة على الدائري الغربي والدائري الشرقي وطريق الملك فهد والدائري الشمالي والدائري الغربي في محافظة عنيزة. المعلومة بمشيئة الله راح تصل حتى الوافدين بيكون في تنسيق إن شاء الله، أو كان في تنسيق من قبل الزملاء في المحافظات وفي مدينة بريدة مع مكتب الجاليات، وبيكون في محاضرات بمشيئة الله جميع المقيمين في مدارس القيادة وفي إدارة المرور. وبمشيئة الله طبعا بيكون في الأسبوع هذا توصل المعلومة لجميع مستخدمي الطريق. أيضا هذا الأسبوع بمشيئة الله بيكون فيه إلقاء محاضرات في الجامعة وفي الكليات، بيكون فيه إلقاء محاضرات إن شاء الله، هذا بعد الترتيب وبعد التنسيق مع التعليم من قبل الزملاء الضباط وصف الضباط على جميع المدارس، سواء كان في مدينة بريدة وفي جميع المحافظات. لا يسعني حقيقة إلا أكرر الشكر سمو سيدي أمير منطقة القصيم وجميع الجهات الحكومية المشاركة، وإن شاء الله تعالى أن نحقق لما يتطلعون إليه ولاة أمرنا، وما كان هذا اللي بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم توجيه سمو سيدي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وتوجيه سعادة اللواء عبد الله الزهراني مدير درعا المرور، وتوجيه ومتابعة حقيقة من سعادة اللواء بدر الطالب مدير شرطة منطقة القصيم. والشكر موصول حقيقة لجميع زملائي مدراء الشعاب الداخلية ومدراء الشعاب الخارجية على جميع ما يبذلونه وبذلوه حقيقة في الحد من الحوادث المرورية وانسيابية حركة المرور وفي إقامة أسبوع المرور. حقيقة أيضا تشرفنا هذا اليوم بزيارة سمو سيدي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم لإدارة مرور منطقة القصيم، الذي من خلاله حقيقة اطلع على سير العمل في الشعب والأقسام، دشن عمل المرور الجديد. حقيقة سمو سيدي اطلع على نظام سائر الجديد، الكاميرات الجديدة، الكاميرات المتحركة، الكباين، وأيضا طلع على سير العمل في شعبة الرخص وعلى نظام باشر وعلى نظام ساهر وعلى شعبة الحوادث، على أن العمل يكون مشيئة الله تقني. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وشكرا لك. ألف شكر أبو ثامر، والتوفيق إن شاء الله.